تخيل لو في يوم صحيت ملقتش معاك ولا جنيه. اهو ده بقى اللي حصل مع الفنان عماد حمدي. اتولد يوم 25 نوفمبر سنة 1909 وبدأ حياته الفنية في الأربعينات، واتلقب وقتها بفتى الشاشة الأول. وتيجي سنة 1945 ويختاروا المخرج كامل التلمساني عشان يكون بطل لفيلم السوق السوداء. كان عنده 8 اخوات بس كان مرتبط بأخوه التوأم. عمل حوالي 280 فيلم ومسلسل، من أهم أعماله فيلم أم العروسة وبين الأطلال. واتجوز 3 مرات، آخرهم كان من الفنانة نادية الجندي. وسنة 1974 حط كل فلوسه في إنتاج فيلم بامبا كشر، اللي اتكلف وقتها حوالي 55 ألف جنيه. الفيلم نجح جدا وفضل يتعرض لمدة سنة وحقق إيرادات كبيرة، ولكنه ما خدش حاجة من الفلوس دي. عانى من الاكتئاب بعد وفاة أخوه التوأم، وبعديها بسنتين اتوفى أخوه الصغير اللي كان مدير أمن لمحافظة أسيوط. اتوفى الفنان عماد حمدي سنة 1984، ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.